مش حسيبك يا عرة الإعلام الأصفر مثلك، أنت ما تشرفيش الإعلام. لا دارت السيدة هذه كتبين بوضوح الدائرة هذه لأن ياسين بونو ما قال حتى شي حاجة كروية. هضر قال لك هك لك على بنت الرقاصة، هك لك على بنت الشطاحة. بلاش ما تهضروا على بونو، هضروا على بلادكم اللي كيف ما خلاها فرعون كيف ما باقية. ايوا سمعي يا الشيخة يا الرقاصة ورقصني يا جدع. ومفعلة له الصوت الشتوي ياسين بونو. برضه مش هيبصلي. الله يعطي الصحة للمغاربة. كيفاش كيردوا الاعتبار لياسين بونو؟ الاخوان غتشوفوا ردة الفعل ديال المغاربة والمشاهير المغاربة على ياسمين العز او اش من عز اللي جايبه الدل الميسر. كيفاش ردوا الاعتبار لياسين بونو، كيفاش غادي يجاوبوها على الهجوم ديالها اللي هجمت على ياسين بونو. صريح ديال ياسين بونو قال باللي عجبو كيفاش ميسي لعب ضد مصر وداك الحماس اللي عنده كيفاش كيتقاتل وكذا والجرينتا. المهم هضر على ميسي، يعني ما جبدش مصر بشي حاجه خايبه او شي. لكن ياسمين خرجت بهجوم على ياسين بونو باش تهاجم اللاعبين ديالها والمنتخب ديالها. هاجمتنا ياسين بونو، لكن الرد كان قاسيا من عند المغاربه. اخوان خليكم مع الفيديو، خليونا التعليق ديالكم والاشتراك ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. اخوان نضت هاد ياسمين عز قالت لك علاش بونو يشكر يعجبو ميسي. إعلامية تكلمت عن ياسين بونو. طول عمري بقول إن الإعلامي عليه مسؤولية كبيرة جدا. حملة الشماتة اللي معمولة ضد اخواتنا المغاربة. يا أختي يا ياسمين يا عزت، والله لا حشومة عليك يا أختي. السلام عليكم كاملين. غندير هذا الفيديو هذا وما عمري درت بحال الفيديوهات هادو، ولكن وصلت فيا العظم. ما اعتقد ان بونو بهذا التصريح يشمت بخروج منتخب مصر، لان بونو لاعب كبير. نرجع للصفراء صاحبة الصوت الشتوي والرعدي والصيفي اللي ما لقاتش غير بونو محبوب المغاربة. انا مش حسيبك، انا مش حسيبك يا عرة الاعلام الاصفر مثلك. انت ما تشرفيش الاعلام لا المصري ولا العربي ولا حتى اغلبية ولاد بلادك ما بيحبوكيش، لأنك عار على الصحافة يلي مرمطتي بكرامة الست المصرية المحترمة الأرض. لما تقولي لها الفرعون لازم يدوس على ظهرك ويمشي، الفرعون المصري لازم انت تفرشي له عشان هو يتفرعن، الفرعون المصري ريحة عرقه عطر. انت بهدلتي بالست المصرية. من امتى الست المصريه مدلوله وملاش كرامه؟ غير انت اللي دللتيها وخليتينا نسمع الصيت تبع الدل بالطعم المدلل المدلول. عمرنا في حياتنا ما تخيلنا وحده تطلع تهين بنات بلدها. انت هنتيهم ياس وما خليتيش عندهم ريحه الكرامه. لما تقولي لها هو يعطيك الثياب والوسخه نامي عليها. يا القرف دقاتك قرف بونو. انت جبتي سيرة بونو يا بنت يا صفرة يا معفنة. سيبوني مش هسيبك. ايه ده يا ياسمين، ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هك لك على بنت الرقاصة، هك لك على بنت الشطاحة. يا حفيدة فرعون، كتهضري على بونو، يا الخانزة. هذا هو الإعلام ديالكم، بلاص ما تهضروا على بلادكم جايين تهضروا على بونو، تهضروا على منتخبات آخرين. بلاص ما تهضروا على بونو هضروا على بلادكم اللي كيف ما خلاها فرعون كيف ما باقية. فرعون كون ينوض بالقبر ما يتلفش يرجع لدارو نيشان. ما سماوكم القاهرة حتى كنتم مقهورين نيت. المسلسلات ديالكم ولاو حقيقه اكثر من القياس. كتفرج الحلقه الاولى في التلفازه، كتخرج للزنقه كتلقى الحلقه الثانيه نفس الخناقه، نفس الغبره، نفس الممثلين. بلادكم متطوره بزاف، دايرين ليكم نظام توفير الطاقه بالعلالي. تبارك الله الضو كيتقطع كتر ما كيرمش بنادم. تبارك الله ما شاء الله على التطور. وليتو كتعيشوا نص نهار في القرن 21 ونص نهار في العصر الحجري فاش كيتقطع الضوء. بلادكم نهار بناوها نساو ما يديروا ليها التحديث، نساو ما يديروا ليها الميزاجور، باقيه الى يومنا هذا حاصله في عهد الفراعنه. فاش كتدخل الحاره كتحس براسك عايش في فيلم المومياء في الجزء الثاني.
تبارك الله ما شاء الله، عندكم الشوارع مضيقين هكا حاصرين، بكثرة ما مضيقين بنادم لا بغا يدور خاص مصر كامله تدور معاه. وهذا الشيء بلا ما نهضروا على المنتخب ديالكم اللي استقبلتوه، تحلف عليه الا فيلم در الرساله، قسما بالله الا فيلم در الرساله. الا دور ومفعله له الصوت الشتوي ياسين بونو. برضه مش هيبصلك لما تشوفي حلمة ودنك. ده ابننا متربي وابن ناس ومكتفي بمراته وابنه. امبابي مش عاجبك امبابي، وانتي مش عاجبك كعنان، مش عاجبك يثرب، مش عاجبك خروج يوزرسيف للقاء عزيز مصر، ها؟ مش عاجبك ابو ناموسه بتاعكم اللي ما قادر يحافظ على شبكته 10 دقايق، ده ميسي خلاها له تزغرت. امبابي ياسين بونو. روحي يا شيخه. توما شكون هادي؟ منين خرجت؟ شكون هادي اللي كانت ناقصانا؟ يا ولدنا زين، يا ولدنا زين، تيبغيه الزين ومتبوع. الله يحفظه، الله يحفظه لميمته ويحفظه لمرته ويحفظه لولده. امبابي. الاجهزه الاعلاميه ماشي هي اللي كتدوي في العلاقات وصاحبه الصوت الشتوي وداك الشيء. جابك اختي ياسين بونو، وهاد الظاهره كتسمى رياكتيف سكيب كوت. هو سميتي خسر تيقلب على من يرمي ديك الخساره ديالو. بطبيعه الحال رده الفعل اللي دارت هاد السيده هادي كتبين بوضوح الظاهره هذه، لان ياسين بونو ما قال حتى شي حاجه كرويه. هضر قال لك ميسي واعر، وفعلا راه تكا على مصر طحنها مزيان. شنو بغيتي يقول لك؟ كيعجبو قال الراي ديالو. شنو بغيتي يقول لك؟ لا مصر ام الدنيا، انتم راكم مراد شويه انتم. وسبحان الله العظيم خرجوا من دور 16، والاستقبال اللي دار لهم الرئيس ديالهم بغى يقلد الاستقبال اللي دار سا ماجيستي اللعابه واللي تاهلوا النصف النهائي في 2022. حتى حاجه ما ركبات عليكم سبحان الله العظيم. يعني الماضي ديالنا هو الحاضر ديالكم سبحان الله العظيم. وانت خليك غير في العلاقات ديالك والصوت الشتوي وعمليه التجميل داكشي راكب عليك مزيان. وهاد السيد هذا ما عندكمش الحق تدويو عليه، ولا اي واحد عنده الحق يدوي عليه باي طريقه خايبه، لان هاد السيد شرف الكره العالميه وشرفنا حنا كبلاد. ياسين بونو راك حتى اللي كاين اخي ديالو وديما مغرب. اسمعي يا الشيخه يا الرقاصه ورقصني يا جدع. شوف احنا فين وانتوما فين، احنا ساكتين ما كنهضروش، وانتوما جالسين كطبلوا وتغيطوها بوحدتكم. اختي شي وليا وما تهضرش في اسيادك. شي بونو بزاف عليك. بونو حارس عالمي ورياضي ومثقف ومؤدب وخلوق. اذا كان التصريح ديالو قاسك تحيه لبونو. بونو هادشي دابا نتوما يلاه وصلتوا للثمن، عملتوا حاله وخرجتوا فرحتوا، نتو باقي حتى ما ساليتوا الماتش. هكا كنتو وصلتوا للربع كرا الودنين ديالنا الطبل ديالو تقب. راكم لحد الان باقي كطبلوا وما جا ما سكتكم. ما تبقاوش تهضروا على الاسياد ديالكم. شتو حنا سدينا الموضوع وسالينا، عندنا ما يدار، عندنا المونديال ديال 2030. نتوما شنو عندكم؟ ما عندكم والو. وتجدوا راسكم باش تجيونا عنا باش نستقبلوكم حنايا ورد لكم الجميل. هذا ما كان. تحيه مغربيه. اخوان نضت هاد ياسمين عز قالت لك علاش بونو يشكر يعجبو ميسي. واش نكون بغيتي يعجبو تريزيغي ولا يعجبو زيكو؟ ياسين بونو يا جماعه شكون ولا محمد صلاح؟ شكون بغيتي يعجبو بالضبط؟ راه اللي دار الريمونتادا هو ميسي، اللي عاود رجع للمباراه وعاود دار صنع الاهداف ومارك الاهداف هو ميسي. دونك ميسي اغلبيه العالم غادي يشوف ان ميسي هو البطل في ديك المقابله. عادي، انت مالك يا عره. خليكي في اللي بتفهميه، خليكي في العلاقات والست شو لازم تعمل للراجل. بعدي عن بونو، بعدي عن كرة القدم يا عرة.
بعدي لك في ايه يا جماعه يا مصريين؟ ما تخليكوا بعاد عنا. يا اختي يا ياسمين يا عزت، والله لا حشومه عليك يا اختي. حنا كنحاولوا نصلحوا العلاقات بين المغرب ومصر، السوشيال ميديا وهذا الشرخ اللي وقع. وانت اليوم كتخرجي في برنامج وانت زعما مقدمه برنامج وكتسبي وتعايري في طريقه كيفاش ان الحارس العملاق ياسين بونو خرج بتصريح. وحنا قبل مقابله ديال مصر مع الارجنتين حنا كنعرفوا ان ياسين بونو سير اختي قلبي ديري شويه اجتهدي شويه قبل ما ديري شي خطا تنوضين الفتنه بين جوج الشعوب. سيري قلبي على ان ياسين بونو من عشاق الكره الارجنتينيه، وكان الحلم ديالو انه مازال الحلم ديالو انه ينهي المسيره ديالو في الريفر بليت، عزيزه عليه من الطفوله وهو حافظ اغاني ديالو. يعني الى خرج بتصريح وقال لك على انك تعجبني الطريقه ديال ميسي كيفاش تحمل المسؤوليه وهز الفريق ديالو ووصلوا، يعني جاز واحد المقابله كانت صعيبه واهلوا للثمون، هذاك الراي ديالو. ما حنا كنعرفوا ان في مصر هناك الناس كيحماقوا على ميسي وكنا عادي. ما يعني هذا كيبان ان عندك حساسيه اختي. الله يهديك، شويه ديال الهدوء وبركه من الشعل. يعني الاجواء بين المغرب ومصر، حنا اجواء بيناتنا الحمد لله اجواء ممتازه بين المغرب ومصر. حاولوا الله يخليكم، حاولوا تجتنبوا بحال هذه الاحتكاكات وديروا شويه مجهود. والله يخليك انا كتدخل كتستهزئ عليه. وانت فين كنت يا بونو لما تمارك عليك هدف ديمبيلي ومبابي؟ عيب، هذاك راه بونو، هذاك راه اسطوره، هذاك احسن حارس عربي ولا في التاريخ. هذاك يا اختي راه ناس، هذاك رجل محترم، وعيب انك تخرجي انتيا. صراحه للاسف كنتمنى من هذه الموظفه هذه ولا المذيعه تخرج واحد التصريح وتعتذر، لان هضرات في واحد السيد يعني ذو اخلاق طيبه، ذو مستوى رياضي عالي والكل يشهد عليه. الا كان عندك شي حقد دافين ولا شي حاجه الله يهديك والله يسمح لك. هادشي اللي نقول لك. تحياتي. بهادشي اللي سمعتو، لان الفيديو ديالها طويل وفي كله استفزاز وكتحاول انها تكلاشي ياسين بونو، اللي اصلا ياسين بونو المشكل اللي ما عارفاش هاد المذيعه الغبيه بين قوسين، ان ياسين بونو اصلا ما حاطش مصر في التصريح ديالو، ما فكرش فيهم اصلا. ياسين بونو كيهضر على شي لعابه عندنا هنا في المنتخب اللي ما داروش ديك النفس اللي دار ميسي، اللي بقى بامن بالحظوظ ديال الفريق ديالو، وحتى لاخرت الماتش خلق فرصه وماركا هدف وعاون بلادو باش يطلعوا. وهذه رساله من بونو موجهه شي لعابه في المغرب بطريقه غير مباشره، اللي بينوا على التقاعس ديالهم ناس كتير بتقول ميسي راحت عليه. كابتن فتوح بيقول ايه؟ شايف كده ولا شايف ايه؟ هو بعد الماتش بقيتش احبه ولا احنا خلاص. كنت بتحبه قبل؟ بعد الماتش؟ لا بعد الماتش اكتشفت اخلاقه في الملعب انه يعني عادي يقبلوا الظلم انا بشوف زي باقي الناس بصراحه ان هي فعلا راحت عليه، وان شاء الله ده يكون اخر ماتشاته في الحياه وما يلعبش حاجه تاني ان شاء الله. ولادنا بس اللي يلعب. ناس كتير بتقول ميسي راحت عليه. كابتن فتوح بيقول ايه؟ شايف كده ولا شايف ايه؟ هو بعد الماتش بقيتش احبه ولا احنا لا يا كابتن فتوح حبه، بس كيف حيعيش في بعد الماتش في الملعب اخلاقه شو عمل جريمه. ايوه اخلاق. هادشي اللي كاين الاخوان. شفتوا ردة فعل ديال المغاربه ومنهم المشاهير المغاربه كيفاش ردوا على ياسمين اللي خرجت بهجوم على الاسد ديالنا ياسين بونو، اللي دار مونديال في المستوى، كان حارس في المستوى ودخل التاريخ ما بين الحراس اكثر تصديا لضربات الجزاء. ف اذاعات مصريه كيفاش كيسمحوا لهم يخرجوا بهجوم على لاعبين دوليين من يعني من دول مجاوره اللي منا حنايا المغرب. فهذا الشيء هذا ما كاينش عندنا حنا في الدول في القنوات الرسميه. فهذا ما كان الاخوان. نخليكم خليونا التعاليق ديالكم والاشتراك ديالكم وبارطاجيو الاخوان، بارطاجيو الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. والله الوطن الملك.